ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا هبه، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض صينيه التاكو اللي احنا شايفينها مع بعض ديت. صينيه تنفع كتير للعشاء، ولو عندنا اصحابنا وعايزين نعمل عشاء جديد، مش عايزين نعمل العشاء التقليدي بتاعنا، برضو بتبقى ظريفه جدا. ولو انت برضو عايزه تعملي عشاء للولاد مش وزهقانين بقى من العشاء بتاعنا بتاع كل يوم، ممكن تغيري وتعملي الفكره دي. هي فكره سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه، يا دوبك بس خلطه الفراخ اللي احنا هنعملها، وبعد كده الباقي كله دي افكار ممكن تغيريها وممكن تزودي ممكن تنقصي براحتك خالص. احنا عملناه النهارده بالفراخ، ممكن يتعمل كمان بالسي فود، ممكن يتعمل بالمفروم، ممكن يتعمل كمان باللحمه الستيك. وكمان ظريف ان انت لو عندك اي حاجه بواقي في التلاجة ممكن تجمعيها في الخلطه بتاعتك وبتختفي خالص، ما بتبانش ان هي حاجه بايته عندك في التلاجة، بالعكس هتبقى طعمها حلو وظريف. وزي ما احنا شايفين قدمناها مع بعض بالشكل الحلو دوت. يا رب تكون الفكره عجبتكم، ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل افكار جديده وحلوه ان شاء الله تعجبكم. ويلا بينا بقى نشوف تفاصيل الفيديو بتاعنا. يلا بينا، بسم الله. يلا بينا بقى نشوف المكونات بتاعتنا عباره عن ايه. هنعوز هنا بصله كبيره مبشوره، وهعوز هنا كوبايه كبيره من الفلفل الالوان متقطعه صغير بالمنظر ده. هعوز هنا نص كوبايه فاصوليا حمراء، ونص كوبايه من الذره الصفراء، دي ذره صفراء حلوه، دي بتتباع الحاجات دي كلها في الكان، موجوده في اي سوبر ماركت موجوده عندك. وكمان الذره ده ممكن تلاقيه فروزن كمان، ممكن تستعمليه. هعوز هنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح زي الشاورما. هعوز هنا معلقه كبيره من الزبده. التوابل بتاعتنا بقى هنعوز كمون وملح، بودرة ثوم وبابريكا، وكمان بودرة بصل، اللي يحب التيست بتاعها حراق تحط طبعا شطة. هعوز هنا ميكس جبن، انا عندي هنا موتزاريلا وعندي ميكس شيدر بيضة وحمراء بالمنظر اللي قطعها بالمنظر ده كده. وكمان هنعوز هنا زيت. بس كده المكونات بتاعتنا، ويلا بينا نبتدي. زي ما احنا شايفين انا حطيت القلايه بتاعتي على النار. هبدا دلوقتي احط الزيت، هنحط معلقتين كبار من الزيت، هسيبهم بس يدفوا سنه، مش عايزاه يدفى جامد، بس حاجه بسيطه عشان ابدا انزل بالفراخ بتاعتي. على ما الزيت بس يدفى حاجه بسيطه، انا هبدا اجهز التوابل بتاعتي. زي ما احنا شفنا التوابل بتاعتي هبدا اخلطها كلها مع بعض. هبدا اجهز بقى التوابل دلوقتي. انا عندي هنا معلقه كبيره من بودره الثوم، هحطها كلها، وعندي هنا نص معلقه من بودره البصل، عندي معلقه كبيره من البابريكا، وعندي معلقه كبيره من الكمون، وطبعا عندي الملح معلقه كبيره، وما ننساش طبعا الفلفل هحط برضو معلقه كبيره. خلاص هقلب بقى كل التوابل دي مع بعضيها، هقلبها كويس. زي ما احنا شايفين كده التوابل بتاعه التاكو بقت جاهزه عندي. ممكن بقى تحتفظي بالكميه بتاعتك ديت في اي حاجه عندك، ووقت ما تستعمليها او وقت ما تعوزي تستعمليها تطلعيها على طول وتاخدي منها. انا مش هستعمل طبعا الكميه دي كلها، انا هاخد بس معلقه كبيره او معلقه وشويه على الايه الفراخ بتاعتي. احنا عندنا النهارده نص كيلو، فمش هنحتاج طبعا الكميه دي كلها. فزي ما احنا شايفين كده الخلطه بتاعت التاكو جاهزه. انا هاخد بس على النهارده منها معلقه ومعلقه وشويه عشان الوصفه بتاعتنا، وبعد كده الباقي بنعينه وقت ما نعوز بقى نستعمله بنطلعه تاني ونستعمله عادي. يبقى كده الايه التوابل بتاعت التاكو جاهزه عندنا خلاص. انا هبدا دلوقتي انزل بالفراخ. هبدا دلوقتي احط لها التوابل بتاعتها. هناخد هنا معلقه كده، معلقه كبيره، زي ما احنا شايفين. هبدا دلوقتي انزل بالبصله، احط البصله تشوح معاها. هبدا احط معلقه الزبده،
وكمان هحط الفلفل. كده خلاص كده الفراخ بقت جاهزه. انا هبدا دلوقتي اهدي عليها النار لغايه ما الفراخ تاخد نص سوا مع الفلفل والبصل. زي ما احنا شايفين الفراخ بدات تدخل في السوا بتاعها. انا هبدا دلوقتي احط الذره الحلوه. انا مش عايزه احطها في الاول عشان هي مستويه فهتتهرم مني، فانا بحطها بس قرب ما الفراخ تستوي علشان تاخد بس ايه من طعم الفراخ، هي والفاصوليا الحمراء. هحط برده الفاصوليا الحمراء زي ما احنا قلنا الحاجات دي كلها مستويه فبنحطها في الاخر. هقلب كده تقليبه خفيفه واسيبها بقى تكمل السوا بتاعها، وعشان ايه تبقى ايه الفراخ بتاعتنا تبقى كده جاهزه. بسم الله. انا هبدا دلوقتي اجهز العيش بتاعنا. انا عندي العيش ده عيش تورتيلا موجود في السوبر ماركت، خلاص بيبقى جاهز بالمنظر ده. انا هبدا دلوقتي اقطعه دواير عشان نبدا نحشيه بخلطه الفراخ اللي عندنا. زي ما احنا شايفين انا حطيت العيش بتاعي بالمنظر هبدا دلوقتي ادخلها الفرن عشان يبدا يتحمص. انا مش عايزاه يتحمص جامد، يعني نص تحميصه يبقى فيه لسه سنه طري. هبدا احمصه دلوقتي في الفرن واخلص كل الكميه ونرجع تاني. بسم الله. وزي ما احنا شايفين خلاص الفراخ بتاعتنا ما شاء الله بقت جاهزه، وانا خلاص حمصت العيش بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وطبعا عندنا الميكس بتاع الجبن. هبدا بقى دلوقتي نحشي التاكو بتاعنا. زي ما احنا شايفين انا عاملاه نص تحميصه عشان انا لسه هحطه في الفرن كمان علشان اسيح الجبنه بتاعته، فعشان ما تنشفش مني بزياده. هبدا دلوقتي احشي بقى التاكو بتاعي. بسم الله. وزي ما احنا شايفين انا كده خلاص طلعته من الفرن بعد ما الجبنه بتاعتي ساحت ما شاء الله. انا هبدا بس دلوقتي اسيبه يهدى حاجه بسيطه وبعد كده نبدا نقدمه مع بعض. يلا بينا. بسم الله. يلا بينا بقى نشوف السلطه بتاعتنا اللي هنقدمها مع التاكو. بيبقى معاها سلطه ظريفه كده، هي قريبه من السلطه بتاعتنا. هنعوز فيها ايه؟ هنعوز فيها تشيري توماتو. لو ما عندكيش دي كوبايه كبيره، لو ما عندكيش هاتي طماطمتين كبار وقطعيهم صغير. هعوز هنا بقدونس، نص كوبايه بقدونس، وهعوز بصل ربع كوبايه من البصل مبشور ناعم، هعوز ليمون وهعوز زيت زيتون. بس كده المكونات بتاعتها، وطبعا هنعوز الملح والفلفل عشان نتبلها بيها. بس كده مكونات السلطه. يلا بينا نبتدي. زي ما احنا شايفين خلاص كده السلطه بتاعتي بقت جاهزه. هنبدا بقى نقدم كل الحاجات مع بعض. وزي ما احنا شايفين انا كده خلاص خلصت حلقه النهارده اللي عملنا فيها التاكو. وزي ما احنا شفنا في الفيديو احنا عملناه النهارده بالفراخ. ممكن انت بقى تعمليه بالمفروم، ممكن تعمليه باللحمه الستيك، ممكن كمان تعمليه بالسي فود، بيبقى ظريف جدا. دي افكار، وغيري بقى ونوعي في الطبق بتاعك. وزي ما احنا شايفين انا قدمت معاه السلطه بتاعت التاكو بتاعت النهارده اللي احنا عملناها مع بعض، وكمان قدمت معاها لبينو اخضر وصوص شطه عشان انا ما حطيتش اي حاجه سبايسي جوه الوصفه، فعشان اللي يحب يزود على الساندوتش بتاعه. يا
رب تكون الفكره عجبتكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد وكل افكار جديده وحلوه ان شاء الله تعجبكم. وتصبحوا على الف خير. باي باي.